الثقة بالنفس مش معناها انك شايفة نفسك احسن واحدة في الدنيا، ولا ان عمرك ما بتخافي. الثقة بالنفس معناها انك تعرفي قيمتك حتى وانتي لسه بتتعلمي ازاي اصلا تثقي في نفسك. اول خطوة، اسألي نفسك ايه اكتر حاجة انا مميزة فيها وشاطرة فيها واعرف اعملها كويس جدا. لو حسيتي ان سؤال صعب شوية، مش كل الناس هتعرف تجاوب عليه، او قلتي ان انا مش عارفة او مفيش حاجة معينة يعني بعرف اعملها، ده طبيعي. وقتها اسألي اللي حواليكي، اهلك، صحابك، ممكن يكون الناس شايفة حاجة انتي مش واخدة بالك منها. وارد جدا تلاقي مامتك او صاحبتك او اي حد مقرب ليكي شايف ان انتي شاطرة في حاجة معينة بس انتي مش واخدة بالك من النقطة دي. تاني خطوة، ايه الحاجة اللي نفسك تعمليها بس حاسة ان انتي واقفة ما بتمشيهاش؟ مثلا نفسك تبدأي مشروع جديد او تقدمي على شغل جديد او حتى تتعلمي السواقة، او حتى انك تشتري حاجة غالية مثلا ومحتارة تاخدي القرار ان انا خلاص حتما هشتريها. اسألي نفسك اللي موقفك ده حاجة حقيقية جواكي ولا مجرد خوف من ان انتي تاخدي الخطوة دي. تالت خطوة، اعملي قائمة بإنجازاتك آخر 3 5 سنين. مش لازم تكون إنجازات كبيرة، ممكن تكوني خلصتي كورس معين، اتعلمتي مهارة جديدة، قدرتي تلتزمي بعادة جديدة مثلا وبقت جزء من يومك ومن روتينك، أو حتى إن انتي حافظتي على هدوءك في فترة كانت كلها مشاكل أو فترة صعبة. بعد كده اكتبي اكتر انجاز واحد عملتيه الاسبوع اللي فات بس، او اخر 10 ايام. المهم تبقى مدة زمنية صغيرة، ده يدل ان هو يبقى انجاز بسيط. يمكن اتصلتي بواحده صاحبتك بقالك فتره مأجله المكالمه وعماله تقولي هبقى اسال عليها هبقى اسال عليها بس ما بتتصليش، او نزلتي قابلتي صاحبتك اللي بقالتك كتير بتتفقوا بس ما بتنزلوش، او حتى انك قررتي تبدأي جيم، او قررتي تمشي على نظام غذائي صحي معين يناسب حالتك الصحيه دلوقتي. العقل لما بيشوف انجازاتك بيبدأ يصدق انك فعلا بتقدري. رابع خطوه، اكتبي 10 موقف في حياتك انتي واجهتي فيها المشكلة وقدرتي تحليها وتعدي منها. الفكرة هنا مش انك تفتكري الألم او تفتكري المواقف الصعبة، الفكرة هنا انك تفتكري ان انتي قبل كده واجهتي صعوبات وعديتيها وعندك الدليل القاطع اهو، فانتي بتقدري تتعاملي مع اللي جاي. خامس خطوة، فكري في التحدي او المشكلة اللي بتمري بيها دلوقتي. بدل ما تقعدي تبصي للمشكلة وتعيدي المشكلة في دماغك، لا، اكتبي الحلول اللي انت تقدري تعمليها دلوقتي حتى لو كانت حلول صغيرة جدا، وركزي على الحلول. ده بيقوي احساسك انك مسيطرة، والتركيز على المشكلة نفسها بيكبر الخوف. لكن لما تركزي على الحلول هتلاقي في دماغك جت كل الحلول الممكنة اللي تقدري تعمليها. واخر خطوة، كل يوم اكتبي 3 نعم بس انت ممتنة بيها، والله هتلاقي نعم كتير قوي في حياتك. قولي لنفسك كلام يشجعك بدل ما تقولي كلام يحبطك. يعني بدل ما دايما تقولي انا فاشله انا فاشله، لا، قولي انا لسه بتعلم وهعرف ان شاء الله، انا اكيد في يوم من الايام هبقى شاطره. ما تقعديش تقولي لنفسك انا هبقى فاشله، لا، قولي حتى لو انا غلطت هقع واتعلم، ما هو كل اللي نجحوا وقعوا وفشلوا قبل كده. الثقه بالنفس مش قرار بتاخديه كل يوم، ولا قرار بتيجي تقولي انا هصحى النهارده اثق في نفسي شويه، لا، دي نتيجه افعال صغيره جدا بنكررها كل يوم لحد ما تلاقي نفسك ان انت اقوى من الاول، وان بقى عندك ثقه بالنفس عاليه، وان انت بقيتي النسخه اللي نفسك فيها.